يا هلا بيكم. فكروا معايا كده للحظة، هل ممكن فعلا لحظة واحدة بس تقلب حياة الواحد رأسا على عقب؟ وهل ممكن كلمة بسيطة تكون هي شرارة التغيير اللي كنا مستنيينه؟ اليوم هنشوف مع بعض قصة عن الموضوع ده بالظبط. بس قبل ما نبدأ خلونا نسأل سؤال مباشر. هل حد فينا حس قبل كده إن حياته بتعدي من قدامه وهو بيتفرج عليها؟ إنه الأيام بقت شبه بعضها، وفي صوت صغير جواه بيقوله إنه في حاجة المفروض يعملها لكنه بيأجلها وخلاص؟ طيب، تعالوا نتعرف على بطل قصتنا ياسر. قصته ممكن تكون قريبة جدا من قصة أي حد فينا. ياسر زيه وزي كتير مننا دلوقتي بيشتغل من البيت. يومه عبارة عن دايرة مغلقة حرفياً، بتبدأ قدام شاشة الكمبيوتر وبتنتهي قدامها. روتين ممل ومفيش فيه أي جديد. ولما ساعات الشغل تخلص بيبدأ سباق تاني عشان يملى الفراغ، يا إما يغرق في مسلسلات ما بتخلص أو يخرج مع أصحابه. المهم إنه يفضل مستهلك للترفيه، كأنه بيهرب من حاجة معينة. والنتيجة الطبيعية لكل ده إيه؟ سهر للصبح وصحيان متأخر عشان يرجع يعيد نفس الشريط تاني يوم، وهكذا كل يوم. بس ورا كل ده، ورا المصدر العادي ده، كان في حاجة مش مظبوطة. إحساس غريب كده بياكل فيه من جوه، شعور مقلق إن الزمن بيجري بسرعة وهو واقف في مكانه ومش بيعمل الحاجة اللي اتخلق عشانها بجد. وهنا بقى بنوصل للحظة اللي قلبت كل الموازين، الليلة اللي هتغير حياة ياسر للأبد. تخيلوا معايا المشهد. الساعة 3 الفجر، ياسر في سريره ماسك الموبايل، غرقان في بحر الفيديوهات القصيرة اللي ما بتخلصش، بيقلب بصبعه لفوق فيديو ورا فيديو من غير أي هدف أو تركيز. وفجأة وسط كل الدوشة دي بتظهر قدامه جملة بسيطة بس قوية، كأنها صفعة صحته. أقوى إنسان هو اللي يقدر يقول لأ، حتى لو كل جسمه بيصرخ وبيقول له نعم. ولا غريب بقى، رد فعله الأول كان إيه؟ ضحك كده بسخرية وقال لنفسه كلام أفلام، طيب آخر فيديو ده وخلاص هنام. وبضغطة زرار حاول يتجاهل الرسالة ويكمل. بس في اللحظة دي بالذات النور قطع فجأة. المكان كله بقى ضلمة، وكأن مفيش أي صوت في الدنيا، لا شاشة منورة ولا أي صوت حواليه. وهنا لأول مرة من زمان قوي، من غير أي حاجة تشتت تفكيره، ياسر لقى نفسه لوحده مع أفكاره وبس. وبدأ سؤال يتردد في دماغه: أنا بقالي قد إيه بجري ورا راحتي المؤقتة؟ بقالي قد إيه بهرب من الحاجات اللي المفروض أعملها؟ ومن وسط الضلمة دي طلع أول قرار حقيقي، قرار ممكن يبان صغير لكن تأثيره كان مصيري. هنا بدأت الحكاية، حكاية اكتشاف قوة كلمة لا. القرار كان بسيط قوي، لكن تنفيذه كان معركة. قرر إنه هيسيب الموبايل بعيد ومش هيلمسه تاني لحد صلاة الفجر. دي كانت أول معركة حقيقية بينه وبين عاداته اللي بقالها سنين. وبعدها قام اتوضى وصلى، والأول مرة من شهور طويلة دعا ربنا من قلبه بجد، دعاء بسيط قوي وصادق: يا رب قويني على نفسي. اللحظة دي والقرار ده ما كانوش النهاية، لأ، دي كانت بس شرارة البداية، بداية رحلة تغيير حقيقية، خطوة ورا خطوة. تاني يوم على طول ياسر قرر يختبر القوة الجديدة دي. جات له رغبة قوية ياكل حاجة حلوة، بس بدل ما يستسلم وقف نفسه وقال بصوت حازم: لأ، مش دلوقتي، بعد الشغل. والنتيجة كانت مفاجأة. لما خلص شغله اكتشف إنه ناسي موضوع الحلوى ده تماماً. الانتصار الصغير ده حسسه بقوة وسيطرة ما كانش حاسس بيهم من سنين. وهيدي الفكرة، انتصارات صغيرة بتتجمع فوق بعضها يوم ورا يوم. بدأت بقرار الصلاة، بعدها تجربة الحلوى، وشوية شوية بعد شهرين بس ياسر اتحول لشخص تاني خالص، شخص ماسك زمام أمور حياته. طيب، إيه الدرس الحقيقي من قصة ياسر؟ هل الموضوع كله قوة إرادة وبس؟ لا، الموضوع أعمق من كده بكتير. طبعاً كل اللي حواليه لاحظوا التغيير الكبير ده، وكأن السؤال ده بيتجرر على طول: إزاي عملتها؟ إزاي قدرت تغير نفسك بالشكل ده؟ وإجابته كانت دايماً بسيطة بس فيها كل الحكمة. كان بيبتسم ويقولن: بصراحة أنا ما غيرت نفسي، أنا كل اللي عملته إني وقفت لحظة، فكرت بجد،
وطلبت المساعدة من اللي أقوى مني، طلبت المساعدة من ربنا. وهو ده بقى تعريف القوة الحقيقية اللي بنتكلم عنها، مش قوة عضلات، لا، دي القدرة إن الواحد يقدر يدوس فرامل ويقول لأ لرغبة مؤقتة هو عارف إنها هتضره بعدين. ودلوقتي السؤال ده لينا كلنا، بعد قصة ياسر يا ترى إيه أول لأ ممكن نقولها النهاردة؟ إيه الرغبة الصغيرة اللي هنقاومها عشان نسجل أول انتصار؟ يمكن تكون اللا الصغيرة دي هي بداية كل حاجة جديدة.